كانوا السبب في اوجاعك وبمنتهى الجرأة، لا لا لا، بمنتهى الوقاحة اتهموك انك اناني. في هنا بقى سؤال يطرح نفسه، وسؤال مهم قوي: امتى اخر مرة حسيت وانت في وسطيهم انك بخير؟ يا جماعة العلاقات السامة اللي هي العلاقات المؤذية، الشخص المؤذي ده بيبقى بارع جدا في انه يتقمص دور الضحية. مش كده بس، ما بتقفش لحد كده، لا لا لا، ده عنده براعة تامة في انه كمان يخليك تشك في نفسك. وخد دي كمان، مش بس على قد الشك، لا ده انت ممكن تعتذر عن ألم انت اصلا ما كنتش السبب فيه، لا ليه ولا لأي حد حواليك. يجي هنا بقى سؤال يطرح نفسه تاني: هو احنا اصلا ليه بنفضل قاعدين في علاقة بتنهش في روحنا وبتعكر صفو حياتنا وبتقتل سعادتنا وبترجعنا كتير قوي ورا؟ طب نسأل سؤال تاني كمان: وقت ما بتسأل نفسك وبتدي شماعة لروحك عشان تفضل قاعد مستني وتطول في العلاقة دي على قد ما تقدر، على أمل الشماعة اللي بتقول يمكن يتغيروا، يمكن يحسوا، يمكن يبطلوا أذى، بس هم للأسف ما بيبطلوش. اللي بيتهمك انك اتغيرت هو نفس ذات الشخص اللي بتبقى انت متكسر ومتدشدش كده وسايبك تلملم في بقايا روحك وبقية البقية من أعصابك ومن حياتك. نصيحتي ليك: انسحابك مش ضعف أبدا، ده منتهى الشجاعة. مش بس كده، قرارك إنك تبعد وتقول كفاية وستوب لحد كده عمره ما كان أنانية، بالعكس دي رحلة الإنقاذ السريع اللي لازم تتمها وفورا. السلام عمره ما كان غلطة، والهدوء عمره ما كان جريمة. آخر جملة هختم بيها: المسامحة عمرها ما كانت اعتبار ودليل على ان المؤذي يفضل تسمح له وتوارب الباب انه يؤذيك كمان وكمان. باي باي.